تعال اقول لك احلى واوحش 4 حاجات هتلاقيها في الجي ام سي ترين اللي انا اشتريتها لنفسي في مصر. ومش علشان انا تاجر عربيات او بستورد عربيات وببيعها في مصر يبقى ما اقولكش العيوب والمميزات. لو انت متابعني من زمان هتفهم الكلمتين دول. اكبر دعم انت ممكن تقدمه لي انت تعمل لايك للفيديو ده وشير لاي واحد صاحبك علشان يستفيد بالمعلومات اللي انا هقولها عن العربيه دي النهارده. نبدا بالعيوب بتاعه العربيه. طويله حبتين وعريضه شويتين، فالعربيه دي لو انت بتمشي في شوارع ضيقه او اماكن صغيره مش هتبقى احسن حاجه بالنسبه لك. لكن العرض والطول ده معوض ان العربيه من جوه مساحتها الداخليه كويسه جدا. بالارقام هي اكبر واعرض واعلى من الهيونداي توسان. انا ما بجيبش اي حاجه من عندي، العربيه دي ارقامها كلها بتقول انها اكبر واحده في فئتها. بالنسبه لاعاده البيع بتاعه العربيه دي انا ما اقدرش احكم لك فيها تماما، بس اللي انا هقوله لك انت هتفهم من خلاله ان العربيه دي اعاده بيعها عامله ازاي. في منها اصلا في مصر 30 40 عربيه بس، فانت هتبقى واحد من الناس المميزه. فطبعا ال 30 40 عربيه دول مش هتسمع لهم صوت، واعاده البيع بتاعتها مش هتبقى حلوه. تمام، دي اول مشكله. تاني مشكله انت هتقابلها في قطع الغيار الخارجيه بتاعه العربيه، ودي انا بقدر اوفرها لك من خلال شركتي في مصر. كمثال القطعه دي جايه لعميل، تمام، ده تربو ماليبو وعربيه عميل اشتراها معايا، انا وفرتها له لحد باب بيته 14 يوم بالظبط. هناخد مثال بسيط كده يعني علشان انا عارف ان في حد هيقول لي انت دلوقتي العربيه مش هلاقي ليها قطع غيار وهستنى كتير. توكيل عربيه صيني جديد نزل عربيه والعربيه دي مثلا خدت خبطه او عملت حادثه، اقل مده علشان تستنى قطعه غيار خارجيه 35 40 يوم. فانا بوفر لك الخدمه دي من خلال شركتي في مصر باقل من كده بكتير. والعربيه زي ما انتم شايفين اهي. اخر حاجه مش هتعجبك في العربيه، هتحس ان هي من الداخل فقيره شويه، لكن خليني اقول لك ان انت لو بتدور على عربيه اعتماديه هتلاقي العربيه مش زي الصيني والاوروبي ان العربيه تبقى فخمه من جوه، لكن هي شكلها مش وحش. يعني انت عندك كل الاوبشن اللي انت محتاجه، من اول البصمه والستارت انجن، اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، وكل انظمه الثبات والامان، من اول اللين اسيست والاكتيف كوليجن وورنينج اللي هو بتاع التصادم، وكل عوامل الامان موجوده. والعربيه دي موجود فيها اكتر من 8 ايرباج. وزي ما انت شايف شكلها عامل ازاي. عايزك تكتب لي رايك تحت في الكومنتات، شكلها فقير ولا مش فقير مع الجير بوكس ده. زراير. المميزات بقى او احسن 4 حاجات في العربيه دي، الموتور بتاعها 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بيطلع 170 حصان و275 نيوتن متر. ونفس الموتور هو ده اللي موجود في الشيفورليه ماليبو والشيفورليه ايكونوكس، ومعاها فتيس 9 سرعات اوتوماتيك. طب فين الميزه او العبقريه في كده؟ ان ال9 سرعات الفتيس ده مع الحجم ده كله قادر ان هو يحرك 1650 كيلو بسائق واحد على طرق السفر بتستهلك 7 لتر لكل 100 كيلو، وجوه المدينه 9 لتر فقط لكل 100 كيلو. والارقام اللي انا بقولها لك دي ارقام استهلاكي انا، يعني ارقام فعليه مش ارقام شركه. العربيه مساحتها الداخليه واسعه جدا وكبيره، وبما اني بقيت اب فانا جربت في العيله والسفر العربيه بتبقى عامله ازاي. كبيره جدا ومكفيه وموفيه. وعندك هنا في فتحات تكييف، وهنا في وصلتين للشاحن، وفي هنا وصله كهرباء او فيشه 120 فولت. والشنطه اللي ورا بتاعت العربيه 838 لتر، واسعه جدا وكبيره. عزل وتكييف فوق الممتاز، وثبات العربيه دي حكايه، مش ممله في السواقه ومش هتتعب منها جدا. وبرغم ان هي اكتر من طن ونص، لكن في طلعتها سهله جدا 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 وسلسه، والفضل يرجع للفتيس ال9 سرعات. كده ابقى انا اديتك الخلاصه في العربيه دي وخلاصه تجربتي بما اني انا صاحب العربيه. فانت لازم تحدد اولوياتك، ايه اللي هينفعك معاها وايه اللي مش هينفعك، علشان لو بتقرر ان انت تشتري العربيه دي او حتى تستفاد بالمعلومات وتبقى عارف الدنيا فيها ماشيه ازاي. اكبر دعم ممكن تقدمه لي انت تعمل لايك للفيديو ده، وهتلاقي ارقام شركتي بتظهر لك على الشاشه دلوقتي لو حبيت تستورد عربيه من امريكا او من الامارات، او عربيه جديده زيرو من المنطقه الحره موجوده في دبي. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.